الأولمبي الباجي العائد في الجولة الفارطة من العاصمة بانتصار ثمين واجه اليوم فريق من الحجم الثقيل. ما نرضاو كان بالنتيجة الباهية، وهذا مقطع باجي عودتنا للسنين تعداو، يعني عدينا بيرفورمانس يعني باهية برشا. ان شاء الله ربي معنا اليوم، ان شاء الله مربوح. بقدرة ربي اليوم 3 بوان في الجيب، وبقدرة ربي مضمون برغم الظروف وكل شيء، ما باش يجيبوه ترح اليوم. النادي الافريقي المتشبث بلعب الادوار الاولى في البطوله على بعد 3 نقاط من صاحب الطليعه، منقوص من خدمات الشريمي والمسماري، كان يعرف اللي تنقله الباجة غير مضمون فنيا. نعرفوا مقابلة صعيبة وكل شيء، إن شاء الله اليوم تصير معناها نتعداو النتائج السلبية اللي صارت على ميداننا. هذا كان واضح منذ بداية المباراة، محاولة أولى من العوجي، تسديدة بعيدة على المرمى، الافريقي يجيب كرة من سيدو خان، يتقدم يسدد، محاولة تنتهي في الركنية. فرصة بفرصة، الأمور كانت واضحة، كل فريق كان يبحث على هز الشباك منذ الدقائق الأولى، وهذاك علاش طالت فترة الحذر مع أسبقية هجومية الإفريقي مقابل هجومات معاكسة كان يقوم بها الأولمبي الباجي من حين لآخر. الإفريقي كان قريب من التهديف بعد توزيعة من آية مالك، معتز الزمزمي يسدد بالراس، الحارس شاهين السماوي كان متفطن. مرة أخرى الإفريقي هاجم، آية مالك يمد كرة للزعلوني، المتابعة من خضراوي، فرصة تجيب ركنية للإفريقي، ركنية تتلعب من يمين، كرة توصل لصادق محمود، تدي كرة تمهيد داخل منطقة الجزاء صادق محمود والهدف الأول. 1-0 للنادي الإفريقي في 38 دقيقة. الأولمبي الباجي يحاول العودة في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، كرة ثابتة ترجع لبهاء الشارني اللي يسدد ويخطئ الشباك. النادي الإفريقي يدخل الشوط الثاني بقوة، 4 دقائق، علي يوسف يمهد لفراس شواط، إغالة الحارس والحكم يرفض الهدف بداعي التسلل. الافريقي يضغط من جديد، بلال آية مالك يضيع فرصة إضافة هدف ثاني. الأولمبي الباجي يجيب بسرعة، هيثم بن مبارك يسدد كرة محاذية للمرمى. فوزي البنزرتي وحافظ الجيتوني بحثوا على تغيير نسق المباراة، تغيير بعض اللاعبين، ومخالفة نفذها محمد الهادي الحدوشي محاذية للشباك الافريقي. الإجابة تأتي من آية مالك اللي توغل يمهد الشواط، والدفاع كان متفطن يتدخل في الوقت المناسب. ثم هجوم معاكس للأولمبي الباجي، عبيد المالكي يسدد، كرة مرت بجانب المرمى. آخر فرصة في اللقاء كانت لفراس شواط، كرة تصدى لها الحارس بصعوبة، يمنع الإفريقي من إضافة هدف آخر، لكنه ما منعوش من العودة للعاصمة بانتصار ثمين. أهم حاجة في المباراة تاع اليوم هو أن نروحوا بلي 3 بوان، نعرفوا اللي مباراة ماهيش باش تكون سهلة وترجمت على الميدان، نعرفوا علاش احنا معناتها بصراحة تحضيرنا المباراة كان يمكن أصعب أسبوع تعدينا به، مع الإصابات، مع العودة نتاع ليزانترناسيونو كسوا فراس ولا صادق ولا علي يوسف، عندنا شكون ما نجمش حتى باش يرجع، معناتها حاولنا انه نلقاو اكور ونحاولوا نحضروا مباراة اللاعبين من الناحية النفسية تكون في احسن الظروف. وقفنا بالباهي، جاتنا لي زوبورتينيتي دوكازيون، كنا نجموا نخرجوا على الاقل بنقطة انا نقول من المقابلة، ما نحكيش على الحيثيات اللي صارت في المقابلة وطريقة التصرف في المقابلة من طرف الحكم، لكن نعرفوا حقيقة الامكانيات نتاعنا، نعرفوا الظروف اللي نمروا بها في الفترة هذه. نتصور 11 نقطة صحيح ما هيش كافية، لكن معقولة في الظروف اللي نعيشوا فيها.